للناس ولينذروا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عرضت أمامك مباراة كرة قدم يقف فيها فريق من 200 لاعب امتلأت بهم أرضية الميدان، وأمام هذا الفريق خصم من حارس واحد للمرمى ومهاجم واحد فقط، وفي المدرجات جمهور عدده أكثر من 100,000 يشجع بحرارة الفريق الثاني. ما تظن في رأيك تكون حصيلة المباراة؟ هل سينتصر فريق من لاعبين اثنين فقط معه آلاف المتعاطفين والمشجعين الحماسيين، أم سينتصر الفريق الآخر الذي هو أدنى عددا من الجماهير لكنه أكبر عددا بصورة بالغة من الفاعلين على الميدان من الفريق الثاني؟ أنا أعلم جوابك، فهو بديهي. خذ أخرى. غرفة في قلب الصحراء ليس حولها شيء، فيها أكل وماء، أغلقت بإحكام فلا يملك أن يدخلها أحد دون مفتاح أو يكسر الباب الحديدي. تجمع حولها آلاف العطاشة، كل واحد من هؤلاء يصرخ مفتاح مفتاح مفتاح. ازداد المتعاطفون عددا وازدادت حماستهم أثناء صراخهم. هل تظن الباب يفتح إذا زدنا عدد الصارخين بحماسة؟ هب أن أحد الصارخين قرر أن يكسر الباب الحديدي الذي يحتاج قوة 100 رجل لتحطيمه، هل تظن كثرة المتعاطفين معه ستكسر الباب إذا دفعه هو وحده بقوته الشخصية الفردية؟ ماذا لو زاد عدد المشاهدين والمتعاطفين 100 ضعف؟ هل سيفتح الباب؟ إذا كان التعاطف من على المدرجات لا يغير شيئا في الملاعب عند التفاوت الواضح بين قوى الفريقين، والتعاطف لا يفتح الباب الحديدي، فهو أضعف وأوهن في أرض الحياة، حيث الحرب على الإسلام المنزل النبوي في كل أرض. عندما انقسم الناس في واقعنا إلى إسلاميين، وأنا طبعا ضد هذا الاصطلاح وأنبه دائما إلى أثره الفاسد والسيء والكارثي في الأمة، عندما انقسموا إلى إسلاميين وجماهير متعاطفة مع الإسلاميين صار أهل الدين بلا قوة. لماذا؟ لأن كل إنسان كل مسلم مسؤول عن هذا الدين لنصرة هذا الدين. لا يوجد في دين الله إسلامي ومتعاطف مع إسلامي، لا يوجد شيء اسمه أصلا إسلام. هناك مسلم وغير مسلم، مسلم وكافر. لا يوجد أحد يملك أن يعطي نفسه ولا غيره رخصة أن يكون متفرجا ومتعاطفا ومصفقا في المدرجات. كل مسؤول عن تغيير الواقع وإقامة الحق ودفع الباطل. المتفرجون المتعاطفون اسمهم في دين الله ماذا؟ المخلفون، الذين تخلفوا عن السعي لنصرة الدين ورضوا بالقعود خوفا على رصيد الراحة ومتاع الدنيا. فاللهم اهدنا واهد بنا ونعوذ بك أن نكون من المخلفين المشاهدين المتعاطفين الحماسيين على المدرجات، لا نفعل على الأرض لتغيير الواقع ودفع الباطل في هذه الأرض.